السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. دي قناتي، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا أمي وبنت أختي والدعاء لهما بالرحمة والمغفرة وجميع موتى المسلمين. وصفة النهاردة بصراحة أنا جربتها كذا مرة وطلعت معايا جميلة جدا وطعمها حلو وخفيفة وتنفع معانا فطار وعشاء. وتنفع برضو معانا سناكس ما بين الوجبات. فحبيت أجربها معاكم النهاردة وتشاركوني يعني الرأي فيها. تمام. اول حاجه انا عندي المكون الاساسي لوصفه النهارده هي الجبنه دي. تمام، اللي هي جبنه التلاجة او الجبنه الفيتا او الدومتي اللي بتستعملوه عموما يعني. بس دي بصراحه انا يعني جات لي في السلع التموينيه فحبيت ان انا اجرب منها فطلعت معايا النتيجه جميله جدا. تمام. اول حاجه هنسمي الله. عندي هنا طبعا كوبايه، البوله اللي انا هشتغل فيها. عندي هنا هنزل بكوبايه من الميه. بسم الله. طبعا ميه عاديه جدا من الحنفيه لان الجو بطبيعته ما عادش برد زي الاول. تمام. وعندي هنا 3 معالق من السكر. بسم الله. وعندي هنا كمان كيس خميره فوريه. بسم الله. طبعا انا بحطه كامل. طبعا هقلب المكونات دي مع بعض عشان اتاكد ان الخميره معايا نشطه. طبعا الفقاعات اللي على وش الميه دي معناها ان الخميره معايا نشطه. تمام. بعد كده هنزل ببيضه. بسم الله. طبعا هضربها كويس جدا برضو لحد ما تختفي. طبعا انا هنا ضفت علبة زبادي بس للأسف الكاميرا كانت اتفصلت. تمام. بعد كده هنزل بتلت كوباية من الزيت. طبعا يفضل زيت نباتي ميكونلوش اي ريحة. بسم الله. برضو هقلب شوية. عندي هنا اخر مكون اللي هي الجبنة. تمام. هنزل بيها في قلب الخلطة بتاعتنا. وطبعا هي يعني بتبقى سايحة عموما يعني، خصوصا لو انت مش حطاها في التلاجة فبتبقى معاكي يعني لينه شويه زي السمنه كده. فهدوبها خالص لحد ما تدوب مع الخلطه ديتي وارجع لكم تاني. طبعا هنا بعد ما قلبتها بقت بالشكل ده. طبعا الجبنه بتختفي تماما. تمام. طبعا عندي هنا كيلو من الدقيق. بسم الله. عندي هنا ذره بسيطه جدا من الملح عشان بس تظهر الطعم. طبعا ما نكترش لان الجبنه اللي احنا ضايفينها مملحه. تمام. طبعا هقلب كل المكونات دي مع بعض. بسم الله. وطبعا انا عجينها عجين كويس قوي لحد ما نوصل للدرجه المطلوبه والعجينه اللي احنا محتاجينها. طبعا انا هنا لميت العجينه بس طبعا هي محتاجه معايا ميه. تمام. هنزل بربع كوبايه ميه. بسم الله بالشكل ده. وطبعا هبدا اعجنها لحد ما اوصل للدرجه المطلوبه. طبعا انا عجنت العجينه بالشكل ده بقت طريه جدا ولينه بالمنظر ده. طبعا ما تستغنيش عن الزبادي وما تستغنيش عن البيض. هسيبها تختمر حوالي ساعه او ساعه وربع على ما يترفع حجمها وارجع لكم تاني. طبعا هنا العجينه عندي تضاعف حجمه. شايفين ما شاء الله قد ايه طريه وهشه ما شاء الله عليها. طبعا دلوقتي هنجهز الصواني بتاعتنا اللي هنشتغل فيها على طول باذن الله. طبعا انا هنا عندي الصواني دهنتها دهنه بسيطه خالص من الزيت. وطبعا ما ننساش ان القرص بتاعتنا او العجينه بتاعتنا ما فيش فيها غير تلت كوبايه زيت، يعني ما فيش فيها ماده دهنيه كتير. فاحنا بنحط بس في الصينيه حاجه صغيره خالص بحيث بس العجينه معانا ما تتحرقش في الصينيه عشان الماده الدهنيه بتاعتها قليله. طبعا انا هنا هبدا اكورها كور صغيره علشان ان انا اشتغل بيها يعني. بسم الله. طبعا لو حابه تحشيها اي حاجه جبن مثلا او لانشون او تشكيله جبن زي ما انت حابه. طبعا انا بخليها حجم البيضه. تمام. لان هي طبعا لسه هسيبها شويه ترفع تاني. هكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. طبعا انا هنا خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. هسيبها كمان ترتاح حوالي بس ربع ساعه ترفع تاني وبعدين ادخلها الفرن. طبعا عندي ما شاء الله اللهم بارك كميه القرص طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله اللون جميل ازاي ولونها موحد جدا. شايفين طريه جدا وخفيفه بصراحه ما شاء الله وريحتها حرفيا قلب البيت كله والله. طبعا لو انت حابه تحشيها جبن زي ما قلت لك ممكن تحشيها جبنه بفلفل بزعتر. ممكن تعملها لانشون سجق. الحشوه اللي تعجبك اعمليها بيها هتنفع معاكي تبقى جميله جدا في الفطار والعشاء. وبصراحه بتقضي يعني بتسد الجوع في كل وقت. تمام. بكده اكون وصفه النهارده خلصت. اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.